السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة الصحة والمطبخ. النهاردة معانا فيديو جديد عن ألم عظمة المهبل للحامل في الشهر الثامن، الأسباب وطرق التخفيف بإذن الله. مع اقتراب موعد الولادة وتحديدا في الشهر الثامن من الحمل تزداد الضغوط الجسدية على المرأة الحامل نتيجة لازدياد حجم الجنين واستعداد الجسم للولادة. من الأعراض الشائعة التي تظهر في هذه المرحلة هو ألم في عظمة المهبل، أو ما يعرف طبيا بألم مفاصل العانة. في هذا الفيديو بإذن الله سنتعرف على أسباب وجع عظام المهبل عند الحامل في الشهر الثامن، ومتى يعد الأمر طبيعيا ومتى يحتاج إلى استشارة الطبيبة. أولا، ما المقصود بعظمة المهبل؟ عظمة المهبل تشير إلى عظمة العانة وهي تقع في مقدمة الحوض. تتصل هذه العظمة بأربطة ومفاصل مرنة، ومع تقدم الحمل تصبح أكثر عرضة للضغط والتمدد، مما يؤدي إلى الشعور بالألم أو الانزعاج في تلك المنطقة. ثانيا، ما سبب ألم عظمة المهبل للحامل في الشهر الثامن؟ 1. ارتخاء مفصل العانة يعتبر السبب الرئيسي للألم في عظمة المهبل خلال الحمل، حيث يفرز من الجسم هرمون ريلاكسين، والذي يعمل على إرخاء المفاصل والأربطة استعدادا للولادة. هذا الارتخاء يجعل مفصل العانة أكثر مرونة، مما يسبب ألما في المنطقة الأمامية من الحوض. 2. زيادة وزن الجنين والضغط على الحوض. مع دخول الشهر الثامن يزداد حجم الجنين بشكل ملحوظ، ما يؤدي إلى ضغط مباشر على عظام الحوض وخصوصا العانة، مسببا شعورا بالألم أو الثقل في أسفل البطن وعظمة المهبل. 3. حركة الجنين ووضعه. إذا كان الجنين في وضع منخفض أو يتحرك بشكل قوي باتجاه الحوض، فقد تشير الحامل إلى أنها تشعر بألم مفاجئ أو مستمر في عظمة المهبل. 4. زيادة تدفق الدم إلى منطقة الحوض. في المراحل الأخيرة من الحمل يزداد تدفق الدم إلى الرحم والمشيمة، هذا قد يؤدي إلى احتقان الأنسجة والشعور بثقل وألم في المهبل والعانة. ثالثا، متى يكون ألم عظمة المهبل مقلقا؟ يجب مراجعة الطبيبة إذا كان الألم شديدا جدا ويؤثر على المشي أو النوم، أو إذا كان مصحوب بنزيف أو إفرازات غير طبيعية أو تقلصات قوية، أو يمتد إلى الساقين أو الظهر بشكل متواصل، أو إذا كان الألم يصاحبه حمى أو أعراض التهابية. رابعا، نصائح للتخفيف من ألم عظمة المهبل: النوم على الجانب مع وسادة بين الساقين لدعم الحوض، وتجنب الوقوف أو المشي لفترات طويلة، واستخدام حزام داعم للحوض متوفر في الصيدليات لكن بعد استشارة الطبيبة، وأداة تمارين بسيطة لتقوية عضلات الحوض لكن أيضا بعد استشارة الطبيبة، وتجنب الحركات المفاجئة أو الانحناء المتكرر، وأخذ حمام دافئ لتخفيف التوتر العضلي. وخلاصة الفيديو: ألم عظمة المهبل في الشهر الثامن يعد شائعا نتيجة للتغيرات الطبيعية في الحوض وزيادة الضغط مع نمو الجنين، وعلى الرغم من أنه مزعج إلا أنه لا يعد خطيرا في معظم الحالات، واتباع النصائح الوقائية والراحة يمكن أن يخفف بشكل كبير من الأعراض. ومع ذلك يجب استشارة الطبيبة إذا كان الألم شديدا أو غير طبيعي لضمان سلامة الحامل والجنين بإذن الله. في نهاية الفيديو ننوه أن المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني أبدا عن زيارة الطبيبة. ولو الفيديو عجبكم ياريت تدعمونا بلايك وكومنت، وتشاركوا الفيديو مع أصدقائكم، وتشتركوا معنا في القناة وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ.